شكرا سيد الرئيس. أرحب بالسادة الوزراء. لا يخفى على أحد أن النازحين جميعا يعانون اليوم ما يعانون من شتى مأساة، والطلبة هم الشريحة الأساسية للبلد، فعلينا جميعا أن نقف معهم. وسؤالي هنا إلى معالي وزير التعليم العالي المحترم: كيف سيؤدي الطلبة امتحاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وخاصة أن هناك بعض الأقسام لا وجود لها في الجامعات، مثلا جامعة تكريت يوجد فيها جميع أقسام كلية الهندسة والصيدلة والترجمة، بينما هم سيؤدون امتحاناتهم في جامعة كركوك، وجامعة كركوك لا وجود لها في مثل تلك الأقسام. وكذلك لو هؤلاء الطلبة قدموا امتحاناتهم ونجحوا، كيف سيكملون المراحل القادمة؟ ما هو مصيرهم في المراحل الأخرى؟ لذا نحن نطلب أو نقترح بإنشاء لهم جامعة مؤقتة وأقسام داخلية آمنة حتى لا يضيع مستقبل أبنائنا مع شكرا.